ومما ورد في صيام النفل صيام 10 ذي الحجة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري والترمذي واللفظ له. وهذا الحديث عام في فضل العمل الصالح عموما في 10 الأول من شهر ذي الحجة. ومن جملة العمل الصالح الذي يندب إلى فعله في هذه 10 الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فمن جملة العمل الصالح الصيام.